السلام عليكم، إزيكم؟ وحشتوني جدًا، والله وحشتوني. بُصّوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض banana bread أو هنعمل مع بعض بيسموه زي عيش الموز أو كيكة الموز، براحتكم تسموها زي ما أنتم عاوزين، حاجة كده في منتهى الجمال زي أشهر المحلات، وأنتم عارفين مين هو طبعًا أشهر المحلات. والله يا جماعة هتعملوها زيها بالضبط وأجمل كمان، وهاقول لِك على كل التريكات بتاعتها عشان تاكلي أحلى حاجة. وهاقول لِك على بدايل أي شيء مش موجود. يالّا بينا نشوف عملنا إيه وعملناه إزاي. أول حاجة معانا هنا كوبايتين، أول حاجة إحنا هنشتغل بالكوباية المعيارية، الكوباية اللي حضرتِك هتشتغلي بيها في كل شيء. معانا كوبايتين إلا ربع من الدقيق، ومعانا موزتين لازم تكون مستوي شوية، ولو مش لو صغير الموز تجيبي 3 موزات. ومعانا كمان كوباية من العين الجمل المجروش، ومعانا كوباية إلا ربع من السكر البني، ومعايا كمان نُص كوباية من الزيت النباتي نوع فاتح، وفانيليا، ومعانا بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، ومعانا كمان معلقتين صغيرين من الbaking powder، ومعانا قرفة وملح ونُص معلقة بيكنج صودا، ومعانا كمان 3 معالق من اللبن الرايب. دلوقتي أنا هاجيبهم بس أنا مش حاطاه لسه دلوقتي. أول حاجة هنبدأ نهرس الموز، وأنا هاقول لِك على أي بدايل لأي شيء وإحنا شغالين. هنهرسه كويس جدًا، وعلى فكرة مش هنشتغل بمضرب كهربائي ولا أي حاجة ولا خلاط، حاجة في منتهى السهولة. لازم كده نسماشهم كويس جدًا، جدًا، ونخلّيهم زي purée. تمام؟ بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده. وبعدين أهو أنا جِبت هنا اللبن الرايب حطيته جنبي، أهو ضربناهم حلو كده، وبعدين هنجيب بولة بقى عشان نبدأ نشتغل فيها. طيب هنا عندنا بقى أول حاجة هننزل بيها هي السكر البني كوباية إلا ربع. لو حضرتِك ما عندكيش سكر بني هتحطي كوباية من السكر الأبيض، كوباية إلا معلقتين، وهتنزلي عليها بمعلقتين من العسل الأسمر. تمام؟ أو العسل الأسود يعني. هننزل بقى هنا بالقرفة، وهننزل كمان فانيليا، ونقلِّب كويس جدًا. عايزين السُكّر يدوب معانا خالص والقرفة وكل اللي إحنا حطيناه مع بعضه. يبقى إحنا اتفقنا يا إمّا كوباية إلّا ربع سُكّر بُني، يا إمّا كوباية إلّا معلقتين سُكّر أبيض، ونحط عليها معلقتين من العسل، اللي هو عسل قصب السُكّر. نزلنا هنا بقى نُص كوباية الزيت النباتي، ودي ضرورية جدًا. تمام. وهنا بقى هنبدأ ننزل بالموز بالشكل ده. بصوا احنا كده حطينا الحاجات السايلة كلها مع بعض. طبعا فاضل اللبن الرايب برضو شوية كده وهنحطه. تمام. هنيجي هنا بقى ونبدأ ناخد معلقتين البيكنج باودر، وبعدين هناخد كمان ذرة الملح، والبيكنج صودا هتبقى آخر حاجة مش دلوقتي. بُصّي بقى حضرتِك لو أنا هنا كنت مستخدمة كيك شيف أنا جايباه من مصر بيخلّي الكيك طري، لو حضرتِك مش عندِك هتحطّي في الخليط ده معلقة صغيرة من الخل. تمام. وهنا بقى عندنا اللبن الرايب. طَب إيه بديل اللبن الرايب؟ 3 معالق لبن، وهتحطّي عليهم ربع معلقة خل وعصرة ليمون، وتسيبيه على جنب ثواني لغاية لمّا تخلطي الحاجات هيبدأ يروب. بس اللبن الرايب الحقيقة بيدّي طعم حلو أوي، أو معلقتين 3 من الزبادي. طب هنبدأ ننخل بقى الدقيق اللي إحنا خلطنا عليه المواد الجافة، وأنا طبعًا هاسيب لِك المقادير في الdescription box. تمام. طبعًا يا جماعة الكيك ده بيتعمل مشهور جدًا، جدًا في Starbucks. أنتم عارفين دلوقتي طبعًا حوار Starbucks فإحنا نعمل أحلى حاجة في البيت، حاجة كده تحفة جدًا هتعجبِك أوي. بُصّوا خلّصنا بقى الدقيق حطيناه على دُفعتين، وقبل أمّا أنزل بالدُفعة التالتة حطيت نُص معلقة البيكنج صودا، وهابدأ أقلِّب كويس جدًا. حاولي إنِّك أنتِ التقليب بتاعِك أثناء ما أنتِ بتقلّبي بسرعة كده وأنتِ بتحطّي مواد رافعة، تكون التقليب في اتجاه واحد. تمام، كده خلّصنا. هنبدأ بقى أهو نروّق كده الدنيا حوالينا، وبعدين هنبدأ إن إحنا نجيب أهو الخليط تاني. بُصّي أهو بالشكل ده، ننزل عليه بقى بعين الجمل. طبعًا بديل عين الجمل لو ما فيش عين جمل، لو حضرتِك فاضل عندِك شوية زبيب من رمضان، أو في عندِك زبيب حُطّي زبيب،
لو ما فيش ممكن تحطّي شوية سوداني، بس أنا باعاملاه لِك اللي هي بتتعمل كده، هُم بيبيعوها كده بال ب ب بعين الجمل وبنفس الطريقة، تمام. أنا كمان هاستخدم بيكان على الوش، هُم بيرشّوا على الوش عين جمل برضه. البيكان اللي هو البلكان بالمصري أو بالعربي، الwalnut اللي هو عين الجمل، تمام. بالشكل ده جِبت القالب ودهنته زيت وبطّنته بورقة زبدة، وده بيسهّل أوي الخروج، وبعدين معظم القوالب دي بتغمّق الكيك من تحت، فأنا مش باحب كده، يعني فاهمين إزاي؟ أحيانًا بتخلّيها تلسع من تحت شوية. إحنا هنا مشغّلين الفرن على 325 فهرنهايت، وحضرتِك بتشغّلي الفرن في مصر زي ما بتعملي الكيك بالضبط، لو حضرتِك بتدخّليه على 180 أو على 200 بتدخّليه على نفس الموضوع بالضبط، بياخد قد إيه، تقريبًا بياخد 50 دقيقة في الفرن، وبعدين حضرتِك بتجيبي عصاية الشيش أو toothpicks وتبدئي إنِّك تختبريه، ولكن وهو جوّه الفرن، اوعي تطلّعيه برّه الفرن وتختبريه، تختبريه وهو داخل الفرن، تمام؟ 325 فهرنهايت يا جماعة، تمام. وفي مصر برضه زي ما حضرتِك بتحطّي الكيك 180 أو 200 إن شاء الله بيطلع معاكِ زي الفل. هنا أخد بالضبط، بالضبط 50 دقيقة، شوفي المنظر طالع عامل إزاي، تحفة، تحفة. طيب لو حضرتِك عايزة الوش بتاع الكيك ده يبقى طري، هاقول لِك على حاجة هي optional، حبيتِ تعمليها اعمليها، ما حبيتيش أنا بصراحة أكلته كده. بس أحيانًا باعمله بالطريقة اللي هاقول لِك عليها، بس ما حبيتش أصعّب عليكِ المواضيع. لو حضرتِك عاوزة إنها تكون طرية من فوق، هتجيبي معلقتين لبن مكثّف مُحلّى وتبدئي تدهني الوش من فوق بيها، بيطلع يا جماعة very moist وبيطلع تحفة جدًا، تمام. لكن هو برضه كده moist، أنا خلّيتها تدفى فقط، تدفى تبقى دافية بس، ورُحت جايبة ورقة من ورق الفويل وبدأت إن أنا أغطّيه، ما خلّيتهاش تبرد خالص، يا دوبك وهي دافية كده، تمام. أهو، وبدأت إن أنا أخرّمه من فوق. ليه باعمل الحركة دي؟ أنا باعملها لده لبعض الكيك والبسبوسة علشان تفضل moist والوش بتاعي يبقى moist طري، وفي نفس الوقت ما تعملش يعني زي ما تقولي ما تعرقش من جوّه وتنزّل مَيّة على الكيك وتبوّظه، تعمل فيه يعني أجزاء بيضا كده، فاهمين؟ بالطريقة دي يعني كل دي تريكات مهمة جدًا يا جماعة. وطبعًا يعني أتمنى إن حضراتكم تدعموا الفيديو من فضلكم بلايك أو بcomment بshare، والله هاكون مبسوطة جدًا وشاكرة ليكم يعني. بُصّوا بقى، أنا هنا خلاص أهي بردت، وطبعًا المفروض أي كيك في الدنيا لازم تسيبيه يبات ليلة بيبقى تحفة وطعمه بيبان أكتر، ولكن حرفيًا كيكة الموز أو الbanana bread بتملى البيت يا جماعة ريحتها ما حدش بيستنى يعني حرفيًا مش بيستنوا. so هتلاقيها اتاكلت في نفس الوقت، لكن زي ما قُلت لِك لو باتت بتبقى تحفة جدًا. بُصّي عاملة إزاي، أهو بالشكل ده، تمام. يعني الفيديو ده لسه متصوّر امبارح حالًا، وقُلت أنزّله لكم النهارده. أنا مقصّرة معاكم، ولكن زي ما حضراتكم شايفين القناة نازلة جامد، جامد، فده بصراحة بيخلّي شوية الواحد يعني مش متحمّس أوي، لكن إن شاء الله في حاجات حلوة كتيرة إن شاء الله جاية قريب، وباصوّر حاجات حلوة. بُصّوا بقى شايفين الجمال، وزي ما قُلت لكم ممكن تحطّي زبيب على الوش، وممكن تحطّي شوية من المكسّرات أو السوداني، أو ممكن تحطّي شوية من الشوفان، كلّه بيدّي طعم جميل أوي، الشوفان زي ما هو الصحيح كده. إن شاء الله الفيديو يعجبكم و وتجرّبوا الوصفة، بجد سهلة جدًا، سريعة جدًا، وكفاية إنِّك ولا بتشغّلي خلاط ولا بتعملي أي حاجة خالص، بتبقى في منتهى الجمال معاكِ. بُصّي الجمال، شايفة؟ ومصوّرة لكم فيديو في الدولار ستور إيه الحاجات السهلة اللي ممكن تستخدموها منه، والناس اللي بتبقى لسه جاية من السفر، فيديو إن شاء الله مفيد جدًا. بُصّي، شايفة moist وطرية خالص إزاي؟ إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وتكون وصفاتي خفيفة عليكم وتكونوا بتستفادوا بجد منها. متشكرة جدًا ليكم، متشكرة لدعمكم، ومتشكرة لكلامكم الحلو، ووحشتوني بجد والله. بُصّوا بقى، شايفين اللي حصل؟ ما استنيتش والله، ده في أول يوم. يالّا سلام عليكم حبايبي.